ان العمر هو حكايتنا اللي بنعيشها وقصص بنعيشها ومحدش بيحس بينا. وقصتنا النهارده قصه مهمه جدا، الغيره بين الازواج. امتى بتكون الغيره صحيه وامتى بتكون غير صحيه؟ وعشان كده توجهنا باسئلتنا للدكتوره سحر السلموني، مدرب فن الحياه وتطوير الذات. اهلا بحضرتك. اهلا بك. امتى الغيره بتكون صحيه وامتى بتكون غير مش صحيه؟ هو المفروض يبقى مفيش غيره خالص خالص. يعني لا، ده احنا زمان ده كانوا بيقولوا ايه، ان الغيره هي اللي بتشغل دليل الحب. لا لا. وان ده هي كلام مش مظبوط خالص. اي انسان بيغير على الشخص الطرف الاخر اللي موجود قدامه ده شخص مريض ما عندوش ثقه في نفسه. لا مش معقول. والله تخيلي، اما ما عندوش ثقه في نفسه اما ما عندوش ثقه في الطرف الاخر. لان احنا المفروض ان تصرفاتنا ما بتكونش داعي للغير. لا لكن ممكن كده يحصل. بتغيري مفاهيم ناس كتير. دي الحقيقه. المفروض ان التصرف، يعني انا اخترت الزوجه دي او اخترت البنت دي هخطبها وهي اختارت الولد ده، مفيش بينا اللي يخلينا نغير من بعض. طب يعني كده معنى كده ومفيش بينا اللي يخلينا نغير على بعض. ليه؟ لان سلوكياتي مدروسه وسلوكياتك مدروسه. يعني انا مش هتصرف تصرف يخليك اساسا تغير عليا. ايوه، يعني بس احيانا بيحتاج الحياه بتحتاج حاجه تحركها. يعني مثلا اللي هو ايه، طب انت النهارده شغاله مع مين؟ طيب بكره فين؟ طيب لا معلش، لا في فرق. معلش خلينا بس، ده فرق في السلوكيات ما بين انا بخرج وما بقولكش انا فين، او انا كل ما بقول لك انا رايحه في الحته الفلانيه انت بتقف لي وبتقول لي لا ما تروحيش لمجرد انك تتحكم فيا كرجل. وانت عارف اساسا ان انا كنت بشتغل وشغلي فيه رجاله، وان ظروف شغلي بتضطرني ان انا ابقى قاعده في مكان، في موقع، في مدرسه، في مكان في مكان محترم، مش في مكان. وانت عارف ان ليا زمايل في الشغل. هل انت هتغير من زمايلي؟ طب ما انا زمايلي دول كانوا كلهم موجودين قبل ما ارتبط بيك. فلو انا في علاقه بيني وبين حد ما كنتش هرتبط بيك. فاذا هنا الثقه بيني وبين الست اللي انا هرتبط بيها، او بيني وبين الراجل اللي هرتبط بيه. تمام. مش كل حاجه بقى هشوفه بيكلم واحده يبقى لازم يبقى في علاقه. طريقه الكلام بتختلف. وبتفرق احتراما اللي انا مرتبطه بيها، للشخص اللي انا مرتبطه بيه، سواء انا ست او راجل. تمام. يعني في ارتبطت ده شيء. لو كنت امبارح بهزر بقى فهزر مع زميلاتي مثلا، او بفتح المجال لنوع من انواع الهزار، هحترم ان انا بقيت النهارده ما عندي ارتباط، فسلوكي هيتغير. يعني حضرتك تقصدي هنا الالتزام هنا التزام شخصي. التزام شخصي، ان سواء راجل او ست المفروض بيفرضوا حدود على الريليشن اللي هم فيه. طبعا لان هي دلوقتي خلاص انا كنت امبارح لوحدي، النهارده بقى معايا شريك. فلازم احاذر على حساس الشريك، حساس او شعور مشاعره. لازم يعني احد من تصرفاتي لو كانت تصرفاتي اوفر. ده لو اغير شكل لبسي عشان برضو البنات دايما بتحصل مشكله ايه، الزوج بيقول لها ما تلبسيش كده، ما تعمليش كده، ما تخليش كده. ايوه، هو هنا علشان هو عارف الرجاله بتفكر ازاي. تمام. فبالتالي مش عايز يبقى عندها مفاتن تخلي راجل ما هي ماشيه في الشارع يبص لها، او ممكن حد يتحرش بيها، او ممكن حد يضايقها، او ممكن حد يبص يكون شخص اساسا مش كويس فيبص بطريقه مش حلوه. فانت المفروض لما تيجي ترتبطي، هو المفروض في العادي يبقى لبسك اساسا محترم. لكن لو احنا بقى متعودين زي البنات كده اللي طالعين دلوقتي، بلبس كاتنج وبلبس مش عارف مين وبلبس ايه، اللي هي الحاجات الدخيله على المجتمعات الشرقيه. يا ريت ان احنا لما نيجي نرتبط نحترم ان احنا معانا راجل. مش هينفع ابين ركبتي، مش هينفع ابين حته، يعني نحترم ان خلاص اصبح هذا الجسد ملك مش ملك. لا مش عايزين نقول ملك، من حق ان يستمتع به رجل واحد. يعني لو انا كنت امبارح حره فيه بتاعي لبسي وحاجتي، النهارده من حق هذا الرجل اللي هيجي يرتبط بيا ان هو الوحيد اللي يستمتع بيه. فلازم اكون بحد في تصرفاتي. احيانا بتحصل غيره بقى محموده. عشان هنرجع لكلمه الغيره. غيره محموده اللي هي ايه، بغبطك، الاقيكي مثلا بتصلي بتعبدي ربنا اكتر مني، فيحصل لي كده تحفيز. ده اسمه تحفيز. ايوه. ده اسمها غبطه، بغبطك. الاقيكي مثلا ناجحه جدا في شغلك فاجتهد عشان ابقى ناجح انا كمان. بس عشان نقابل النجاح بنجاح. بالعكس، في رجاله، وانا شفت في المجتمع بتاعنا لما بيلاقي مراته عايزه توصل وتنجح بيساعدها ويكون دافع
وبالعكس وبيكون دافع ليها وبيكون سند ليها وبتستشيره في ادق تفاصيل الشغل وبيقول لها لان هو عايزها ناجحه علشان هي في الاخر مراته. صح. بيبقى عايزها ناجحه. دي العلاقه السويه. العلاقه اللي مش سويه بقى خايف انها لو بقت ناجحه اكتر منه انها تغطي عليه وبقى هو ملوش وجود. دي هنا علاقه مش سويه. لكن العلاقه السويه ما فيهاش غيره. طب امتى بيهدد الغيره تهدد استقرار وامن الاسره؟ لما يكون الراجل دماغه جامده. لما تكون الست عندها مشكله في ذاتها، يعني ما عندهاش ثقه في ذاتها، انها انثى ومكفياه، انها ماليه عينه. ما هو هيتجوزك ليه؟ هيتجوزك عشان ماليه عينه. طب ما احيانا في رجاله بتدي امبريشن ان انت مش ماليه عيني او انت قليله. لا ممكن، معلش ثانيه واحده. هو ادى امبريشن عن طريق الكلام اللي بيقوله ولا عن طريق التصرفات؟ عن طريق كلام، عن طريق تصرفات، عن طريق نظرات. يمكن انا ترجمت الكلام ده. هل هو قالها صراحه كده انت مش ماليه عيني؟ لا. طيب انا اللي فهمت ان انا مش ماليه عيني. طب ما يمكن فهمي خاطئ وانا ماليه عيني. طب في الحاله دي يعني حضرتك بترجحي ان هي تروح تواجهه بده ولا لا تواجهه ليه؟ ما تغير شكلها. يعني خلي بالك ان زمان كانت الدنيا مقفوله جدا، فكان ما عندناش يعني الراجل بيبص شايف مراته وشايف اللي بره شبه مراته. النهارده بقى شايف مهرجان الازياء بره. ايوه صح. يروح بيته هي بقى لها 15 سنه هي بيخش يلاقيها بنفس الطريقه. صح. بنفس الوضع. انها يعني حتى ما تحاولش انها ايه مثلا تجدد من نفسها. مش تجدد وبس، تجدد شكلها. ما بقولش عمليات تجميل انا ضدها، بس قصدي ايه، تغير لون شعرها، تلبس حاجه شويه، لو تخنت شويه تروح تخس. يعني تهتم بنفسها زي ما كانت بتعمل ايام الخطوبه، بدل ما تفضل قاعده عامله سبوت عليه تروح يعني تشغل نفسها في حاجه ثانيه. مش تشغل نفسها بيها، بنفسها. ايوه يعني هي في الخطوبه كانت بتعمل ايه وهي خارجه معاه؟ بتتزوق وتشيك وتحط بارفان وتنزل تشتري مثلا بلوزه عشان خارجه معاه. طب ما تعملي ده. الماديات مش قد كده، ما فيش مشكله، طلعي حاجه من عندك جددي. صح. يعني العمليه تغيير. والعمليه لازم العين بتشوف، العين بتحرك القلب والعقل. لا وبعدين هو النهارده فاتح السوشيال ميديا عمال يتفرج على كل حاجه. طب ما انت املي بقى ده. صح. يعني مش هروح اقول له بقول لك ايه انا عايزه مثلا اروح اعمل كورس رقص. ما تروحي من غير ما تقولي. من غير ما تقولي. صح. وانت هتعملي حاجه غلط. انت بتعملي حاجه علشان لانك اكيد لما هتقوليها هقول لك بلاشها بقى. ايه الكلام الفارغ اللي بتاعه؟ صح. ليه؟ لان هو مش متصور ان مراته معينه تعمل ده. بالظبط. يعني مش عايزين نبقى اكستريم قوي ولا نبقى مطنشين قوي. صح. ولا نبقى فكره ان احنا ما خلاص احنا اتجوزنا. لا مش خلاص احنا اتجوزنا. طب عندي بقى سؤال، وده يعني السؤال اللي بيخلي ناس كتير قوي تحصل مشاكل ما بينهم، تفتيش الموبايل ما بين الطرفين. يعني عامه غالبا يعني هنقول 90% الست بتعمل كده مش الراجل. اوكي. الراجل ما بيعملش كده الا لو شك في مراته. والراجل صعب يشك في مراته، يعني الا لو شايف قدامه دلائل تخليه يشك فيها. ليه؟ ما هو وافق يتجوزها. ايوه صح. فمعنى كده انه واثق في سلوكياتها. فمش هيشك. الست بقى اللي بيحركها الغيره الانثويه اللي بتحركها تخليها عايزه تفرق، تعرف بيعمل ايه، عايزه تروح تفتش في الموبايل. واحيانا ده بيزعلها على فكره جدا، لان في الاخر بيرجع عليها هي وعلى نفسيتها. طبعا. وبيبقى اصعب بقى لو ما لقيتش حاجه. ايه ده، هو ما فيش حاجه؟ امال هو متغير ليه؟ لا انت يعني دراما كوين بقى. انت هي نكد. لا مش عاجبك ان هو متغير ومش عاجبك ان هو مفيش حاجه. يعني طب ليه متغير؟ طب ممكن متغير عنده مشاكل في شغله، ممكن متغير متخانق مع اهله ومش عايز يقول لك، ممكن متغير. واحيانا الشك ده بيوصله ان هو يندفع للعلاقه مش لعلاقه. يعني مش انت شاكه فيا، طب يلا خلاص بقى خليها شك بشك والدنيا تمام. ايوه طبعا. ايوه صح. طبعا. فمن فضلكم يا جماعه احترموا الخصوصيات. جوزك قافل درج بمفتاح مش لازم يكون جواه سر الدوله. تمام. ممكن يبقى حاجه عاديه جدا وهو ملوش مزاج ان هو يعرفها لك، هو حر. والله يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان الحوار معاكي ممتع جدا، وقد ايه احنا استفدنا كتير. بس خليني اقول لك ان عايزاكي تدي كلمه اخيره للبنات وللازواج، واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده. ان شاء الله. يا بنات، الغيره اللي ملهاش لازمه ما تعمليهاش عشان دي بتسبب مشاكل.
اللوم الزايد بيسبب مشاكل، فابعدوا عن الحاجات اللي باستمرار بتقطع العلاقات والاوصال اللي بينكم وبين الطرف الاخر. وسواء اللي بيسمعني شاب او اللي بيسمعني بنت، يعني يا ريت نقرب المسافات مش نبعدها. وده يخليني اقول في نهايه حلقتنا ان الغيره لما تكون صحيه افضل بكتير من ان احنا نهاجم الطرف التاني. وانتظروني في حلقه جديده بحكايه جديده من حكايات كل يوم. كان معكم رضوى جمعه.